يا صباح الفل وصباح الياسمين على احلى متابعين حبايبي يا غاليين. رحت السوق وجيت يا ام احمد. يا حبايبي، جايبه معايا هنا بطاطس دي 2.5 ب10، ومعايا بصل بقى المفاجأة ب15 جنيه، ما شاء الله يعني، اللهم صل على النبي. والبتنجان ده كيلو ونص ب10. كل سنة وانتوا طيبين يا حبايبي، ما تحرمش منكم ابدا حبايب ام احمد. وهنا معايا الطماطم كيلو ونص ب10، حلوة، ماشي الحال، الله المستعان. لايكاتكم الحلوة فين؟ مشاهدات ام احمد فين؟ حبايب ام احمد فين؟ ما تحرمش منكم. ايه ده يا ام احمد؟ ملوخيه خضرا، اول مره اجيبها السنه دي يا حبايبي، اهي ب15 جنيه بس، حلوه وزي الفل، مهما كانت انضف من الاكياس الجاهزه اللي بره. تغسليها وتنضفيها على ايدك وتنشفيها حبايب ام احمد. وهنا موز كده برضو، مش عارفه والله، كنت جايبه ب10، عشان هو كان صغير شويه، جايباه ب10 جنيه. الكرنبايه دي ب15 جنيه بس، نظيفه وحلوه ما شاء الله، وعملت حله محترمه يعني. حبايبي وحشتوني، وحشت ام احمد. ولفه الصابون دي ب35، ريحتها حلوة وجميلة. وإزازة البريل دي ب20. كيس البرسيل دي ب30 جنيه كيلو. هتعمل ايه يا ام احمد؟ هسلق معاكم الكرنب. لايكاتكم الحلوة يا حبايبي، المشاهدات كده ضعيفة واللايكات ضعيفة جدا. حبايب ام احمد فين؟ اللي بيسألوا على ام احمد فين؟ حبايبي. هنا معايا بصل وطماطم، ده الايه يا ام احمد؟ ده بقى للكورعية، ايه اللي احنا كنا جايبينها مع اللحمة، فاكرين الماسورة؟ فلفل اسمر وبصل وطماطم حطيناه في الميه. حط فيها ايه يا ام احمد؟ الماسوره اللي احنا جبناها مع اللحمه يوم التصوير كده، يوم ما صورت معاكم الفيديو اللي كان غايب ونزلت بيه. ماشي يا حبايبي، دي الماسوره اهي، بشويه دهن معاها حلوين محترمين كده. وهنزل بقى في الميه اللي بتغلي دي عليها على طول. هنعمل بها بقى احلى شويه محشي. كملوا معايا الفيديو كده يا امارات، تشجيعكم الحلو ولايكاتكم الاحلى. انا احتمال انقل البوتاجاز ده كده مضايق المدخل بتاع المطبخ يا حبايبي، هو مضيقه جدا، واللي داخل واللي خارج ايه متضايق منه يعني. فاحتمال ارجعه تاني مكانه، والله المستعان بقى. كده كده في شغل في المطبخ بتاعي ده، بس ايه، ربنا يسهلها من عنده يعني. محتاج شوية شغل، محتاج اول حاجة الحوض يتدور، هيبقى في وش المطبخ جوه كده. ومحتاجة الباب ده، هو اللي انتوا شايفينه ورا البوتاجاز دوت، المفروض هيتنقل يتشال خالص. واطلع بحيطة للسلم اللي انا بنزل عليه لتحت ده، وهنقل البوتاجاز مكانه. هيصبح بقى معايا المطبخ واسع. ففي شوية شغل يعني، فغصب عني بقى ايه، الشوات اللعبكة اللي في المطبخ عندي. فانا مش اقدر اعمل اي حاجة لما ربنا يسهلها ونظبط شوية في المطبخ يعني. كده الماسورة زي ما انتوا شايفين في المية اهي، ما شاء الله زي الفل. وسامحوني شوية على التصوير، لأن الستاند بايظ، وأنا والله حاطة حاجة على حاجة كده، وحاطة فوقها التليفون عشان أعرف أصور لكم. الحلة دي يا حبايبي فيها البصلة اهي بتصفر. والحلة دي مكان تسييح الدهنة لو تفتكروا. أنا استخسرت أرمي، أنا يعني أشطفها بصراحة. أنا نضفت القشيم اللي فيها دوت، اللي كان مكان الدهنة، ورميته، لأن أنا ما بحبهوش أصلا. فسبت الحلة بس إيه مكان الدهون كده بس. فقلت أعمل فيها صلصة المحشي يعني، خسارة. البلح ده كنت جايباه مع برضو من السوق الصبح، بس نسيت اصوره اهو. ما شاء الله جميل، ب25 الكيلو، حلو مش وحش. وهنا معايا السمنة اللي انا سيحتها اهي معاكم امبارح الفيديو اللي عدى، ما شاء الله عليها يعني. وهنا برضو الدهنة بوريها لكم تاني، ما شاء الله زي الدعبة، الله اكبر عليها. يا رب الفيديو يعجبكم كده وينور رضاكم، ويكون عند حسن ظنكم يا حبايبي. هنا انا جيت من السوق، شطفت المواعين زي ما انتم شايفين كده، وجيت سلقت الكرنب وكذا حاجة في حاجة كده، الله المستعان يعني.
هنا هقطف معاكم الملوخية، انا شطفتها شطفة نظيفة لان هي بيبقى فيها رملة كتير، فاتشطفت تشطيف عميق يعني. واحطها في الحلة العلبة زي ما انتم شايفين كده، وبقطفها وبنشفها. بتنشفها في ايه يا ام احمد؟ بحطها عندي كيس مخدة مخصوص لها كده نضيف، حطها في المطبخ والله على طول، حتى في درج المطبخ. فبقطفها واحدفها في الغسالة على طول في العصر، واشغل العصر على طول، فبتنشف ما شاء الله على طول. باروح جايه بقى عاملاها مخرطاها على طول، ما بتاخدش معايا وقت، يعني مش بحمل لها هم. اهم حاجه ان في تجهيز الملوخيه تنشفها بصراحه. هنا بقى هقعد ايه احشي بقى كده، شوحت الرز كده وجهزته، جايبه معايا كوبايه لبن على شيء كده، كنت خلاص بقى وسندوتش جبنه. فكنت من الصبح والله من السوق للمصالح زي ما انتم شايفين، ما كنتش فطرت يعني، حسيت ان انا خلاص يعني مش قادر. بقول لكم اتفضلوا كده معايا اللبن، تشربوا معايا اللبن. هحشي بقى زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده. هنا مقطعه شطه في ارضيه الحله كده بتاعه المحشي، وكان عندي بتاع 6 قرون فلفل برضه هحشيهم عشان عندي احمد بيحبه وكده يعني. كنت جعانه جدا والله العظيم، وما كنتش فاضيه اقعد اكل، كنت مشغوله. انتوا عارفين يوم السوق ده بيبقى بتلم الحاجه من هنا، تخرج على السوق بدري ترجعي في مصالح يعني بتتعمل. فكنت جوعت قوي، فقلت اعمل ايه على السريع كده وانا واقفه، كوبايه شاي بلبن وسندوتش جبنه حادقه. ده اللي كلته لحد ما ابو احمد جه، وجهزت الفطار بقى. ابو احمد صايم الخميس، وكنت بعمل الاكل ده الخميس، والحمد لله. ربنا يكرمكم يا رب، ويكرمنا ويرزقنا كده بالستر وراحة البال يا رب، ويخلي لكم عيالنا عيالكم كده، ويخلي لنا عيالنا ويهدي لنا عيالنا يا رب، ويصلح حالهم. حبيبتي يا رهف، احلى فانوس لك يا رهف. عجبك الفانوس يا رهف؟ احلى فانوس لك يا رهف، من عيون خالتك. رهف دي بنت اختي يا حبايبي، رهف وحبيبه وفايزه حبايبي طبعا، لان اما بقول على واحده التانية بتزعل، فانا ما اقدرش على زعلها. هنا حشيت الفلفل يا حبايبي والكرنب زي ما انتم شايفين. ف انا بقوم واقفل الكاميرا وافتحها تاني، معلش انا لوحدي في البيت وكده، فمعلش. فايه رايكم بقى ان انا هدور البوتاجاز تاني؟ شايفين مدخل المطبخ ورايا اهو، بينه وبين البوتاجاز مفيش. بقول لهم يا جماعه انا بعدي، طالما انا انا بعدي انتوا هتعدوا. بيقولوا لي يعني؟ قلت لهم عشان انا كتير، انا كتير ما شاء الله يعني، فبعدي. فايه اللي مضايقكم يعني؟ قالوا لا مش عاوزينه كده. مش عارفه لسه والله يعني، الله المستعان. ربنا كده يصلح حالنا وحالكم يا رب. حبايبي اللي بيسألوا عني أشكرهم أشكرهم والله حبايبي، ما تحرمش منهم يا رب، وإخوات فعلا. قناتي من أجل بناتي والله، أخت عزيزة نفسي لمجرد تعليقاتها وكلامها عليا كده وليا والله بيسعدني، وخلاني إن أنا نفسي أشوفها خلاص والله. فعلا أخت عزيزة والله، ربنا يرضيها ويسهلها لها يا رب كده. ومش عارفة هي غايبة في فيديوهاتها الحلوة ليه. يا رب تطلع لنا كده بفيديوهات حلوة كده، ويصلح حالها يا رب. يا رب رزق كل الناس يا رب، وهيئ لنا خير جميعا. حنين واقفة ورايا، ده مدخل المطبخ زي ما انتوا عارفين. فهشوف بقى، يا دورته زي ما كان، يا شوف الدنيا معايا ايه. الله المستعان. انا بخرط الملوخية برضو زي ما انتوا شايفين كده. هنا المحشي ما شاء الله بيتشرب اهو. سقيته الشوربة ايه بقى، دسمة دسامة الله اكبر عليها. خلت الارضية حتى بتاعت المحشي بصوا اتقلت احمرت كده. هنا شوية شوربة ما شاء الله عليها. نزلت كده بالملوخية اللي اتخرطت دي، بلانشة كده يا حبايبي بخرط عليها الملوخية، حلوة جميلة. أحسن من الصواني، وأحسن من أي حاجة تخرطي عليها يعني نضيف. وهنا التومة بتاعت الملوخية زي ما انتوا شايفين، والكزبرة الناشفة.
ملوخية يعني كزبرة ناشفة على طول. انتوا شايفين كده ما شاء الله، هل التومة على الملوخية على طول. لا والله كانت شوية ملوخية الله أكبر عليها، ظبط الظبط يعني. آخر اليوم بقى لقيت أبو أحمد جايلي كده بالخير دوت، ما شاء الله الله أكبر. الجبنة دي يا حبايبي أنا برصها كده في المصفى، برش عليها ملح، بتمسك نفسها يومين كده، بعد كده إيه هنشوف هنعمل إيه مع بعض فيها. ماشي يا حبايبي. الجبنة دي تقريبا اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، هو قال لي دول ب250 جنيه، فمش عارفة تقريبا العلبة فيهم كيلو ونص أو حاجة زي كده، كيلو تقريبا على 50، والله مش عارفة بالظبط. فقلت ارصها كده وبرش عليها ملح بتتماسك كده، عشان هي بتيجي طرية جدا يعني، وملفوفة في ورق مناديل كده زي ما انتوا شايفين بلاستيك، وبتجيلي كده على طول. فانا بمسكها بقى بشوية الملح دول ونشوف هنعمل ايه فيها ان شاء الله مع بعض برضو. كده نزلت بالملوخية الله اكبر عليها، خلاص كان المغرب هيأذن بقى، والشوربة غرفتها هي زي الفل الله اكبر عليها. الجبنة زي ما انتوا شايفين، المحشي فلة، ما فيش كلام يعني. الليمون. نتقابل في فيديو جديد يا أمارات.